بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه والسعاده، يا رب اجعلها جمعه الهنا والسعاده والخير عليكم وعلينا يا رب وعلى امه الاسلام. قمنا بقى كده النهارده قلنا اما نطبخ ايه، جبنا لحمه النهارده. جبنا لحمه وهيصنا في اللحمه النهارده، والناس عامله اضراب على اللحمه ومحدش بيجيبها. واللي ايه عاوز ياكل لوبيا واللي عاوز ياكل كوسه، قلت ماشي هعمل طبق من ده وطبق من ده. فجبت بصلتين حلوين كده فبخرطهم بقى ايه، الدقيقه الصغيره دي اعمل فيها شويه لوبيا، والتاني ايه طبقين كوسه برضه. وولعنا بقى كده على اللحمه بتاعتنا الحله المتغطيه ديت، هوريها لكم برضو دلوقتي. زي ما انتوا عارفين انا بغلي اللحمه وبرمي الميه وبرجع اشوحها بقى تشويحه كده حلوه، يعني مش تقيله قوي عشان ما تتغمقش. وبحط لها بقى الاضافات بتاعتها والملح والكل. اللهم صل على النبي. انا كنت عامله مسويه شويه طماطم كده برضو امبارح، عاملاهم وريتهم لكم، كانوا يعني في الحله وانا بسويهم على البوتاجاز انتوا شفتوهم يعني. فاهي حبيت علبه جردل الكبير كده في التلاجة، وحبه فضوا حطيتهم في العلبه البلاستيك دي. جميلة، بتبقى جميلة وسهلة. الكهرباء قطع عندك، الطماطم الخلاط بايظ، الطماطم كده عندك موجودة، ما تشيليش هم أي حاجة. طبعا دي اللوبيا كنت سلقاها اهي، تديها نص سلقة كده عشان ما تتهرش منك، عشان ايه تكمل السوا بتاعها في الصلصة. وانا طبعا بحب اللوبيا وبحب الكوسة، بس انا ايه اتغديت كوسة يعني الحمد لله، انا بحب الكوسة برضه. تحط لها شوية سكر كده زي البسلة، وتزودي سكرها شوية عن اي خضار او اي حاجات يعني بتعمليها غاموس او حاجة من دي. هي والبسلة يعني مثلا معلقة سكر كبيرة مثلا. اما اي اكل بنحط في الطماطم شويه سكر بسيطين بتعادل ايه حموضه الطماطم. لكن في الكوسه والبسله بتزود لهم السكر شويه، تبقى جميله بقى. والمحشي حطيت هنا بقى، هنا كده شويه وشويه طماطم هنا وشويه هنا، وظبطنا العمل بقى. هنخش بقى نشوف هنعمل ايه، نغسل حوض الوش بتاعنا. مسحت الحمام والله مسحته، بس ما عملتوش معاكم. غسلت الحيطان كده بالمقشه وركبت الخرطوم في الحنفيه بتاعه الخط وايه، وشطفت الحيطان. ونزلت طبعا على الارضيه مسيح، وغسلت التواليت وكل حاجه، خليت الدنيا زي الفل، بس ما صورتش صراحه معاكم. هنا طبعا هنعمل شويه رز بشعريه بقى هنحمر شويه شعريه يعني للرز وكده. لا اله الا الله. انا بجيب الشعريه كرتونه، بفتح كده بقى ايه 5 6 اكياس في العلبة ديت، بيبقوا قريبين معايا في المطبخ، تخلص افتح ايه 3 4 اكياس 5. تبقى سهلة وكده يعني، بدل ما كل شوية اجيب كيس لا مش عارفة ايه، فبتبقى كده قريبة. خلاص بقى كده خلصنا اكلنا كده خلص، هنروح بقى نغسل الحوض، نكنس بقى البيت، نروق. وطلعت كمان عند السطح برضو، ما حبيتش يعني ان اخد التليفون واصور عشان ما بقاش ايه بايخة كده ومش لطيف. بحب في كل فيديو اشكر كل اللي دخل عندي، والله العظيم يا جماعة، والله كل ما ببص في القناة وببص في الاستديو بلاقي حد جديد دخل عندي، انا بشكره والله العظيم على راسي من فوق، حبايب قلبي. كلكم كده على راسي من فوق وحبايب قلبي، كل اللي بيشترك وكل اللي بيشاهد الفيديو وكل اللي بيعلق لي وتشاهدوا الاعلانات للاخر، حبايب قلبي على راسي من فوق والله العظيم. والله اليوم اللي انا مش بعمل فيه فيديو بحس ان انا ناقصني حاجة. بحس كده ان انا قاعدة معاكم وانتوا شايفيني وانا شايفاكم. يا رب ما تحرم منكم ابدا يا رب. دي سفندية كده قلت لكم قبل ريقي. بس طلعت ناشفه بقى ايه، السفندي ناشف، الفص كده ناشف من اللي هو مش فيه ميه. اهو بقول لكم شوفوا مش فيه ميه خالص، بس هاكلها برضه. هعمل ايه، ما هو ما فيش الا هو كله كده يعني، السفندي الليكا كله ناشف كده، ما فيش سفندي فيه ميه ولا تلاقيه مسكر. فهنعمل ايه بقى، هناكل. دخلت بقى جبت المشيتين دول كده، محطوطين في الابواب، قدام الابواب كده بتاعه الاوض، فعليهم دهس وكده، قلت اما اشطفهم. وانا متحمسه كده للشغل النهارده، ويترموا بقى على الحبال هيصبحوا ناشفين وكده. على سور البلكونه ده التخان ما يتنفعوش على الحبال يعني. حطيت عليهم شويه صابون كده، هو صابون من بتاع المواعين، وفي ثواني والخرطوم ركبته في الحنفيه بتاعه الخط، وكان الموتور داير، وفي ثانيه. اهي في اللقطه دي بقى خلصت، وقمت بقى ايه غسله الحمام بالفرشه المقشه. المقشه جبتها كده غسلت بها الحيطان، وقمت ايه رشه بقى ميه، والميه نزلت كده بالمطرح الغسيل وكده على البلاط بتاع الحمام، قمت بقى مسحه الحمام مسيقاه وكده.
خد الوش برضو كده. طبعا لازم كل يوم، والله ما يعني مش بصوره معاكم، بس لازم كل يوم يتغسل، كل يوم لازم يتغسل. زي المطبخ ما بيتروق، زي الحمام ما بيتغسل، الحوض لازم يتغسل. يعني ممكن ابقى غاسله الحوض، ولو حد راح كل مثلا سمك ولا كل حاجه وراح غسل، راح اغسله تاني يعني كده. رحنا بقى هنا على الارج كده بقى نتزيه كده ونروقه. الست هبه قاعده عايزه تاكل. طبعا هنا بقى كده ايه، رحت عشان اكنس واجيب لي هبه تاكل وكده. قلت اما اشيل ايه، دي كانت بطانيه واحده كده، فقمت اسمها اتنين، هي اصلا دابت منها لنفسها. رحت شقاها، قلت ابقى افرشها على الارض نقعد عليها على السراير. شقتها بقى ولسه لا غسلتها بقى ولا انا سايباها على رجلنا كده واحنا قاعدين بالليل. ايه يا هبه؟ ايه؟ تعال خش. طب وايه اللي خلاكي تجيبي اندومي فيه شطه وتفتحيه؟ ايه اللي خلاكي تفتحيه؟ جابت اندومي. تعال تعال. راحت جابت اندومي وجت وفتحت كيس الشطه اللي في الاندومي. خدي يا بنت تعالي غسلي. تعالي هنا غسلي. ايه اللي خلاكي تفتحيه؟ تفتحي الكيس اصلا. مغلباني سايبه امها قاعده فوق. رايحه لامك تحط لك برهم ولا حاجه يا هبه؟ روحي تحط لك برهم في عينيكي. هي بنت اللي خلاكي تروحي تجيبي اندومي. طب روحي لماما تحط لك قطره ولا حاجه. روح خد. هي انت عندكم اعملهولك كمان؟ طب ما هي تعملهولك. يا حول الله يا رب. طب تعال تعال. مغلباني البت دي والله يا جماعه، ما حدش ياخدها عنده، والله مغلباني. ده فتحت. ايه اللي خلاكي تفتحيه؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ايه اللي خلاكي تفتحيها يا شيخه؟ حرام عليكي، حرام عليكي يا شيخه اللي بتعملي كده ده اهو. انت جايبه الاندومي وجايه بتفتحيه ليه؟ بتفتحيه ليه؟ هضربك والله يا هب. ما عدتش تعيط. بس قومي اقفي كده. هاتي دي، حطي دي يا شيخه اللي هنرميها يا شيخه كرمان. طب قومي غسلي، قومي غسلي، قومي غسلي، قومي غسلي تاني، غسلي تاني. اقفي بقى اغسلي في وشك وانت واقفه بالراحه. طبعا هنا بقى كده جيت عند دور الكراسي نفضناها وكنست كده، ماسكه المقشه كده وبكنس بغندره كده. كنت عايزه اشغل المكنسه الكهرباء، فقلت ايه هكنس بقى بالمقشه العاديه دي كده وخلاص النهارده. اما تطلعي لامك تعملهولك، ايه المشكله؟ عايزه اعمل ميه. بس اي 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 اي. بس يا شيخه مغلباني يا شيخه. مش عامله على نفسي. ما تطلعي يا هبه، اطلعي. اطلعي لامك يا هبه. يلا يلا اجري. والله العظيم سايبه امها قاعده فوق رايقه، وامها هتسمع الفيديو ده اهو، وقاعده فوق رايقه وقاعده تحارب فيا انا من الصبح من الساعه 10 ما راضيه تطلع فوق. هاتيلي اكل وهاتيلي دي وهاتيلي فلوس وهاتيلي وما مش راضيه تطلع لامها برضه. مش عارفه ايه السر ان ما بترضاش تطلع فوق امها. خلصت كده طبعا هنا كنيس. معلش يا جماعه اعذرونا بقى في الفيديو دوت، هيبقى كله صوت، هيبقى كله صوت ليا انا وهبه بقى بس يا هبه خلاص 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 بس خلاص خلاص. يلا عشان ماما تغيرني. استنى ما اعمل لك الاندومي، خديه واطلعي عشان ماما تغيرني. يلا كده عارف. حط عليها ميه، حط على عينك ميه. ايوه طول ما انت واقفه كده بلها ميه بالراحه عشان ما تبلش هدوم. هيبقى الفيديو ده كله يعني اعتبره كله نصه ليا انا وهبه في الصويت والمناحيه بتاعتي انا وهبه دي. لما جابت الكيس الاندومي، ما انا في اللقطه دي محمود بقى ابني عايز يعدي، فقلت له عدي بقى كده يا محمود بقى ايه من قدامي وخلاص، ولا زي ما تعدي.
عامل شاي واخد ازازه ميه وطلع يقعد في الشقه بتاعته فوق. لما جابت الكيس الاندومي ما كملتش لكم، راحت فاتحاه وهي جايه في الطريق، طلعت الكيس بقى اللي هو بيبقى فيه شطه واللي هي التوابل بتاعته، وقامت اما بعتراه باين يجي على عينيه. ايوه، وعماله لسه تعيط. بس اعمل لك فيها ايه يا بنت؟ خلاص تعالى ما اطلعك لامك عشان تعالى ما اطلعك ليه؟ تعالى عشان انت ما عدتش شيء. هتقعدي هنا ساكته لما اجيبهولك؟ اقعدي. انت لابسه حلوه اهو. طبعا هنا طلعت قدام باب الشقه كده عشان اكنس، بس بقى عشان الناس زعلانين منك وبيقولوا اوكا عماله تعيط ومش عارفين نسمع الفيديو. شوف الناس زعلانين منك اللي انت قاعده تقول لهم حطوا لايك وحطوا لايك، وهم زعلانين. ماشي خلاص بقى، هم مش سامعين منك عشان انت عماله تعيطي. بس خلاص، ما تجيبي اندومي تاني مره ما عدتش تفتحيه في الطريق، ماشي؟ تجيبيه هنا وانا افتحه لك او ماما تفتحه لك. احنا طبعا كنسنا كده بقى ورتبنا اهوت، خلينا الدنيا زي الفل. وده الاكل بتاعنا طبعا خلص اهوت. ده ادي اللوبيا والدقيقه اللي ورا دي فيها الكوسه وشويه رز بقى بشعريه كده واللحمه بتاعتنا. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك كده والتعليقات الحلوه. ومعلش بقى الفيديو ده هيبقى كله عايط وصوت لهبه بسبب كيس الاندومي وفتحت الشطه دخلتها في عينيها. بس خلاص معلش خلاص، بس عشان الناس زعلانين منك بقى. يلا مع الف سلامه يا حبايب قلبي، مع السلامه.